السلام عليكم، كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ الصحيحه لاباس؟ عواشركم مبروكه، رمضان ما بقى ليه والو. ان شاء الله يا ربي تصوموا بالصحه يا ربي وصحه الابدان والعافيه يا ربي. اليوم البنات اول مره غندير فيديو كيما هكا، الحق ما غاديش يكون طويل، ولكن جا في مخي واحد الموضوع بغيت نهضر معاكم فيه. الحقيقه الموضوع هذا ما كيخصش غير البنات بوحدهم، البنات وتا الولاد تا الرجال تا هما، اللي هو الطبيعه ديال الانسان كتغلب التتبع. ديجا هو تنقولوا الطبع يغلب التتبع. هذه واحد الحاجه اللي هي خايبه بزاف، والمشكله اننا بزاف كنمشيو فيها وكنساقوا معاها، ولكن مالوغوزمون من بعد كنفيقوا على واحد الواقع اللي هو تيكون خايب. أه، تيكون خايب ولا تيكون زوين، المهم انه في الاخر اننا كنفيقوا على واحد الشخصيه اللي هي ماهيش هذيك الشخصيه اللي حنا بغيناها من الاول، ولا اللي حنا قررنا باش نعيشوا معاها من الاول، ولا باش نكملوا حياتنا معاها. يا اما باش تكون الزوج ديالنا، والا الزوجه ديالنا، والا الصديق ديالنا، والا حتى ولا جا غير شي انسان تيكون كاري في واحد البلاصه، مثلا بحكم الخدمه بعيده ولا بحكم القرايه بعيده على دارهم، تيكري في شي بلاصه اخرى وتيقول انا نعيش مع الانسان هذا، غنسكن معاه حيت الطبيعه ديالو قريبه للطبيعه ديالي، ولكن من بعد تيفيق على طبيعه اخرى. جوست بغيت غير نقول لكم واحد الحاجه. المشكله هذه تقدروا تقولوا انا واحده من الناس انا تعرضت لها، واللي هي وحزت في نفسي بزاف، واللي هي ساعة كتلقى واحد الشخص اللي هو كريم سخي، كيشري كلشي، كيتقدى كلشي، ما تيخلي حتى شي حاجه نفسك فيها. اي حاجه كياخدها قبل ما انت كطلبيها ولا قبل ما انت كطلبها. تيفرحك بواحد الحاجات اللي انت كتبغيهم، مثلا كيما راه ماشي كنهضر غير على الماديات، مثلا على لي كادو، والا على شي حاجه يشريها، والا على المصروف، والا على انسان يصرف عليك، والا على شي حاجه. كنهضر حتى على المعنويات. ش... ش... كتلقى داك الشخص تلقى عنده واحد العطاء لا حدود له، من المحبة، من السؤال عليك، فينك، لاباس، وصلتي بخير، كي بقيتي، وجهك عيان اليوم، حاجة من النوع هذا. من بعد كتفيق على واحد الواقع، على انه السيد هذاك والا المراه هذيك ما كتبغيش كثرة السؤالات، ما كتبغيش كثرة التليفونات، ما كتبغيش كثرة الخروج، ما كتبغيش شي حاجة اللي انت ولا انت في الاول هذيك هي الحاجة اللي جذباتك ليها ولا جذباتك ليه وخلاتك تخرج معاه. دونك هو من الاول استعمل كيفاش غادي نسميها، استعمل الاسلوب هذاك، وراك الوجه هذاك اللي هو زوين، وهذا مدة أسبوع، شهر، عام، ومن بعد ما بقاش يقدر يمثل، صافي عيا معناتها من غير بلا ما يشعر تيخرج من داك البيرسوناج اللي هو كان متقمص الدور ديالو. صافي واحد الانسان ما يقدرش يعيش واحد الدور، واحد شخصيه اخرى حياته كامله. هنا كتجي الصدمه اللي كنتي ولا اللي كنت، معناتها كتفيق على داك الشخص اللي كان معاك، وداك الشخص اللي انت اختاريته ما بقيتش لاقيه، ما كاينش، بح اندثر في الهواء، ما بقاش موجود. هذا شنو تيولي الا كانت علاقه اللي هي ما معناتها فيها صداق ولا فيها شي حاجه، مثلا الزوج ديالك ولا الزوجه ديالك، كتولي بزاف ديال المشاكل في الكوبل. اللي نتمنى انكم تكونوا فهمتوا شنو بغيت نوصل. المشكله لهنا ماشي انك فقتي على السيد ولا السيده اللي انت معاه ولا انت معاه، ماشي هذاك الشخص اللي انت بغيتيه من الاول. المشكله هنا في كيفاش غادي تتصرف. الا كان هو مجرد صديق عادي، راه غادي تجبد راسك بشويه بشويه في الاعياد والمناسبات. السلام عليكم، كي داير؟ لاباس عليك؟ عواشرك مبروكه، عيدك مبروك، رمضانك مبروك، بسلامه بسلامه، وكتقطع. ولكن المشكله هنا ما تيكون الشخص هذاك، تيكون واحد الشخص كيربطك به واحد الحاجه اللي هي قويه، مثلا تيربطك به الصداق ديالك، الكارت معناتها تيكون الزوج ديالك، كيكونوا بيناتكم وليدات، من بعد كتولي رجل القدام ورجل اللور. واش انا نكمل مع هذا السيد هذايا، والا نوقف الحياه ديالي؟ هذه هي المشكله. هذايا علاش انا بغيت نهضر عليه الموضوع هذايا. الانسان اللي غادي تدخلوا معاه في علاقه، اذا هو صديق ولا شي حاجه، خذوا الوقت انكم تعرفوا على بعضياتكم، وتعرف الطباع ديال الشخص اللي قدامك ويعرف الطباع ديالك. ولكن الا كان غادي تكون بيناتكم واحد الارتباط اللي هو قوي كما قلت لك، باش يولي الزوج ديالك والا باش تولي الزوجه ديالك، حاولوا انكم تدرسوا الحكايه هذه من الاول، حاولوا انكم تعرفوها من الاول، حاولوا انكم ديروا امتحانات لبعضياتكم، ماشي بشي طريقه خايبه، ماشي امتحانات تعجيزيه،
تعجيزيه، ماشي امتحانات تعجيزيه، وانما تهضروا فيها كلير، نوار سور بلون. نتمنى انه الطلة ديالي عليكم اليوم تكون خفيفه وتكونوا فهمتوا شنو بغيت نوصل. راهو موضوع خايب بزاف، راهو موضوع حساس بزاف، راهو كيتسبب في واحد المشاكل اللي هي خايبه بين لي كوبل وما بين حتى الاصدقاء. ولذا هذا علاش انا حبيت نهضر معاكم فيه وبغيت نوصل لكم الحاجه هذه، حيت ساعه كتلقى انسان تقول مالو تبدل عليا، ما بقاش كيبغيني. لا، راه تيبغيك، راه تيعزك، راه ما تبدلش عليك، ولكن غير ما قدرش يبقى يتصرف بالتصرفات بداك الماسك اللي هو كان لابسه، والا بالشخصيه هذيك اللي كان لابسها. هذاك علاش ماذا بيا كان تدرس الشخصيه من الاول وتعرفها من الاول، باش ما يوقع حتى شي سوء تفاهم من بعد اللي ممكن يرجع معناتها بشي حاجه خايبه عليك نتيا ولا عليك انت، والا على دوك الوليدات، والا اللي هو. اذا وصلتوا حتى اللقطه هذه في لا فيديو وعجبتكم لا فيديو، ما تبخلوش بالضغط على زر الاعجاب وزر المشاركه، ونتلاقى انا وياكم ان شاء الله في فيديو جديد. وانا اللي نوعدكم به انه مازال ان شاء الله فما فيديوهات اخرى من نوع هذايا اللي هي فيها مواضيع مهمه بالحق، كتوعينا كتفيقنا. ممكن انتي ولا انت اللي جا الفيديو غير قدامك دابا بمحض الصدفه، ممكن انت كنتي كتقلب على واحد الجواب لواحد الحاجه واقعه عليك، ولا واحد الحاجه واقعه عليك نتيا، والفيديو هذا جاء بين يديك غير في الصدفه. هذاك علاش ناكد عليكم باش تضغطوا على زر المشاركه، باش ان شاء الله كي نهبط فيديوهات اخرين تشوفوهم وتعطيوني رايك فيهم. ليلتكم زينه.